لعيد الحب قصة تروى. بطلها قس مسيحي عاش في روما عام 270 بعد الميلاد تحت حكم الإمبراطور الروماني كلاوديوس الثاني. الإمبراطور لاحظ أن العزاب أشد صبرا في الحرب من المتزوجين، فأصدر أمرا بمنع عقد أي قران، غير أن القس فالنتاين عارض هذا الأمر واستمر بعقد الزيجات في كنيسته سرا حتى اكتشف أمره، فأمر الإمبراطور باعتقاله وإعدامه. في السجن تعرف فالنتاين على ابنة أحد حراسه وكانت كفيفة، فشفاها فالنتاين ووقع في غرامها، وقبل أن يعدم في 14 من فبراير أرسل لها بطاقة كتب عليها من المخلص فالنتاين. نحن إذن نحتفل بيوم إعدام القس فالنتاين الذي طوب قديسا بعد موته. ليس هذا فحسب، فالمناسبة كغيرها من المناسبات والأعياد تسلقتها الرأسمالية. ففي بريطانيا القرن التاسع عشر أصبح تبادل بطاقات عيد الحب إحدى الصيحات التي انتشرت إلى جميع المستعمرات البريطانية، ومنها إلى الولايات المتحدة والأمريكيتين وتدريجيا بقية العالم. وما قد لا نعرفه جميعنا هو حجم الأرباح التي يدرها عيد الحب على مزارع الورد ومصانع الدببة والمطاعم والباعة بشكل عام. فمتوسط الإنفاق السنوي حول العالم في عيد الحب يبلغ 13 مليار دولار حسب إحصائية نشرتها CNN، ومتوسط ما ينفق الفرد الواحد من المحتفلين بعيد الحب 116 دولارا. أما بالنسبة لنوع الهدايا المتبادلة فالحلوى تنتزع العرش، تليها الورود التي تهدي النساء أنفسهن منها ما نسبته 14% من إجمالي المبيعات. كما توضح الإحصائيات أن الرجال ينفقون في المتوسط ضعف ما تنفقه النساء على هذه البطاقات، وهو أمر ليس مستغربا، ففي العام الماضي أنهت 53% من النساء المرتبطات علاقاتهن الرومانسية إثر عدم تلقيهن هدية في عيد القديس المعدم فالنتاين.